وادي الكيكه بتاعتنا طلعت بالشكل ده. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوه مرتفعه ازاي؟ شايفين خدت فاصل ازاي بين الصينيه عشان دهنه السمنه بالدقيق التبطينه كده اللي عملت البطانه كده. بصوا بجد اسفنجيه كده وجميله. بصوا بقى ما استكفتش، احنا في مدارس ومحتاجين الكيكات. عملت كيكتين كده زي ما انتم شايفين، ونزلت لكم طبعا الطريقه. بصوا هقطعها كده معاكم، هقطعها كده. بجد بالطريقه دي عمرها ما هتفشل معاكي وهتنجح معاكي، ومش هتبطلي تعمليها بالمكونات دي وبالطريقه دي كل مره. عايزه كده اطلعها لكم. بصوا شايفين الكيكه مرتفعه ازاي واسفنجيه؟ بصوا بجد خطيره جدا. بصوا التفاصيل بتاعتها كأنها كيكه اسفنجيه مش كيكه عاديه خالص. بصوا احطها في الطبق كده معاكم. بصوا الجمال، بصوا الجمال طالعه عامله ازاي، مرتفعه واسفنجيه وجميله جدا بكل حاجه. نظبط الفرن 180 والفرن يكون سخن قبليها، وندخلها ونظبط لها الوقت. بصوا بجد خطيره جدا. لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تدعموني بلايك وشير وكومنت حلو زيكم. يبقى بينا بقى على المكونات صينيه الكيكه الجميله دي. اول حاجه معايا الصينيه بتاعتي دي بطنتها بالدقيق وبالسمنه. الصينيه دي مقاس 28 يعني، اللي هي الحجم المتوسط بتاع الصواني. وطبعا احنا دهنا الصينيه سمنه وبطناها بالدقيق عشان الخطوه دي مهمه جدا عشان ما تلزقش وتديني التحميره كده واللون الذهبي الجميل من تحت. معايا كوبايه ونص سكر، ممكن تستخدمي كوبايتين بس انا هحط كوبايه ونص وهكتفي بكده. ومعايا كوبايه الا ربع كده زيت او سمنه. تقريبا الكوبايه دي موجوده في كل بيت مصري، يعني اللي هو كوبايه الشاي بتاعتنا، بس هي حجمها اكبر من الوسط يعني. هستخدم كوبايه الا ربع زيت او سمنه، او لو حابه زيت بس سمنه بس، او الاتنين على بعض. المهم يكون كوبايه الا ربع. وانا هعملها ب3 بيضات وكوباية لبن، نفس كوباية اللبن نفس معيار الكوباية بتاعة الزيت والكوبايات بتاعة السكر. ماشي. وهحط 2 باكو فانيليا وباكو كيك شيف. على فكرة بحبه جدا عن البيكنج باودر، بحسه بيظبط الكيكة معايا ومش بيديني اللون الغامق اللي بحسه في البيكنج باودر. يعني الكيك شيف ده حلو جدا بجد في الكيك. ماشي. وبنفس معيار برضو الكوبايات، حطيت كوبايتين دقيق. انا هكتفي بكده لحد ما اشوف القوام هيعمل ايه معايا، ولو كده هزود بالمعلقه لحد ما القوام يظبط. دول كوبايتين دقيق، هضيف عليهم الكيك الشيف. ماشي. انا نخلتهم طبعا عشان يديني هشاشه كده للكيكه حلوه. هقلبهم كويس جدا لحد ما الاقي الكيك شيف اتقلب في وسط الدقيق ومش مش مفصولين عن بعض. قلبته كده كويس جدا. وطبعا يا ست الكل مش عندك مضرب بيض، هنعملها بطريقة سهلة جدا وكمان في الخلاط، ومفيش اسهل من كده. وطبعا الخلاط موجود ولا هنقعد نتعب نفسنا، هنضرب كل الكلام ده في الخلاط وهتاخدي احسن كيك. اول حاجة كده هنزل بكوباية اللبن في الخلاط على الزيت على كوباية ونص السكر او الكوبايتين زي ما تحبي. كده انا حطيت كل السوائل مع بعض ومعاهم السكر. هضربهم بقى
ضربه كده ايه كويسه لحد ما الاقي ايه القوام بتاعي كده ما فيهوش اي تكتلات من السكر، وبقى القوام كده زي الكريم الخفيف كده. هضمن ان السكر بتاعي داب كويس جدا مع اللبن ومع الزيت. هنا ضربتهم كويس جدا واتاكدت ان السكر داب وما بقاش فيه اي تكتلات من السكر. هختبر معايا البيض كده بيضه بيضه، هكسرها وهفضيها الاول في طبق كده لوحده عشان اشوف البيضه معايا كويسه ولا ايه قبل ما احطها. هنزل كده باول بيضه وهديها ضربه بسيطه كده لحد ما اتاكد ان هي ضربت كويس، وهكذا لحد ما اخلص الثلاث بيضات. وهكمل تاني وهكذا البيضة التالتة. عندي البيضة التالتة هنزل بيها كده، وكمان هفضي عليها 2 باكو الفانيليا، او لو عندك فانيليا سايلة حطي منها على البيضة كده اخر واحدة، وهضربها ضربة خفيفة كده لحد ايه معلش نسيت اقول لكم معلقة خل كده صغيرة هتدي هشاشة للعجينة. انا حطيت معلقة واحدة بس. كده انا ضربت كل المكونات وكل الحاجات كده في الخلاط زي ما انتوا شايفين. معايا بقى الدقيق اللي انا ضفت عليه الكيك شيف كده، دول كوبايتين، فانا هنزل واحده واحده كده بالدقيق وهضرب، وانزل واحده واحده بالدقيق برضو واضرب كده. انزل كده بنص الدقيق هديها ضربه كده واكمل باقي الدقيق. كده ضربت الدقيق لحد ما اختفى معايا كده مع القوام الكيكه. هكمل باقي الدقيق. ليه ما حطيتوش مره واحده؟ عشان ما يكتلش كده ويكلكع معايا. كده انا حطيت كميه الدقيق كلها اللي هما الكوبايتين بتاع الكوبايتين الدقيق، وبقى القوام معايا عايزه اقول لكم كريمي كده خفيف وجميل. بصوا كده انا هستكفى كده الكوبايتين ظبطوا معايا، كوبايتين الدقيق ظبطوا معايا القوام بتاع الكيكه. الصينيه بتاعتي زي ما قلت لكم مقاس 28. افضيها ايه على الصينيه بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. بصوا هنا انا فضيت الكيكه بتاعتي في الصينيه مقاس 28. هقولك كده تركه حلوه عشان تختبري الكيكه معاكي هتشوفيها القوام بتاعها مظبوط ولا لا. انا هعمل 8 كده بالانجليش كده لحد ما ايه انا وانا بعملها الاقي ال8 لسه مرسومه معايا من فوق الكيكه كده، يبقى كده القوام بتاعي مظبوط بتاع الكيكه. جربيها بجد هتفرق معاكي جدا.